لمة أجيال بتنادينا، لمة أجيال بتفرح فينا. رمضان جانا نور ليالينا، والخير في مالي إيدينا. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، وفي أجيال المستقبل دايما متجمعين. النهارده معاكم برنامج لمة أجيال، والتحدي النهارده ما بين الصحاب. النهارده معانا الفريق الأحمر والفريق الأزرق. كل واحد كده عرفنا باسمه. حمزة محمد سعد، عمر مصطفى، محمد توفيق، أحمد إسماعيل. جاهزين النهارده للتحدي؟ جاهزين. مين فيكم يبدأ الأول؟ الفريق الأحمر. نبدأ. بسم الله. انت صايم صح؟ وانا صايم زيك برضه. أول جولة معانا وهي جولة السرعة. جاهزين للسؤال؟ جاهزين. السؤال سهل، يحتاج منكم سرعة بديهة وسرعة إجابة. المثلث ليه 3 أضلاع، صح ولا غلط؟ صح. إجابة صح. الفريق الأحمر هو اللي ضغط الأول. ركزوا وتعوضوها مرة تانية. كده الفريق الأزرق هو اللي هيختار كورة وهيشوف الفريق الأحمر هيتسال. بسم الله. الفريق الأحمر هيتسأل في تحدي الصور. ناخد دي ونشوف تحدي الصور ونعرض ده ايه. علم مصر. إجابة صح. 2-0. نشوف الفريق الأحمر يختار كورة. صايمين برضه. هي الناحية دي صايمة صح؟ ايوه. أيوه. لا تمام. كمل الناقص. هقول لك جملة ناقصة كلمة، المفروض انك انت تكمل الكلمة دي. يا اطفال يا حلوين اشربوا الحليب. صح. 2-1. نشوف بقى اختاروا ايه، مش ناويين تسألوهم؟ هل بسم الله. شوف بقى تسألهم في ايه. شغل مخنا. السؤال ليكم: ما هو الشيء الذي تراه في الليل 3 مرات وفي النهار مرة واحدة؟ هيبقى معاكم تايم 10 ثواني، وبعدين لو ما جاوبوش ممكن هم يجاوبوا. ابدأ تايم. أقول لك السؤال تاني بالراحة. ما هو الشيء الذي تراه في الليل 3 مرات وفي النهار مرة واحدة؟ طيب خلص. الفريق التاني عارف؟ ما الشيء الذي تراه في الليل 3 مرات وفي النهار مرة واحدة؟ أصحابنا النهاردة ما جاوبوش على السؤال ده. هنشوف الجمهور والمتابعين يجاوبوا عليه في الكومنتات. وطبعا زي ما انتم عارفين ان كل حلقة بيكون فيها أسئلة، فده سؤال
من اسئله الحلقه دي، واستنوا هديه الحاج رشاد عبد الغني في العيد. نشوف بقى هتختار الفريق التاني ايه. نشغل مخنا برضو، نشغل مخنا. ايه هو الشيء اللي بيقرصك ومش بتشوفه؟ بشوفه. أنا عارفة. ابدأ طيب. لا بشوفها أنا. ناموسة بشوفها. بشوفه. خلي بالك معاك تايم، وقت. 3 2 1. الفريق التاني يعرف ايه هي الحاجة اللي بتقرصك؟ أنا نايم ولا أنا صاحي لازم انت ونايم وانت وصاحي وانت وماشي وانت وصايم وانت وكل حاجة. الحكة ماشي. هي بطنك دي إجابة نقول إن هي نصها صح ونصها غلط. ليه بقى؟ لو قلت لي ليه بطنك هعتبرها لك صح. إيه، أنا بقى سهل. أيوه، يعني إيه اللي بيحصل؟ كلامك صح. بطنك بقى بيحصل فيها إيه؟ يعني بتوجعك ليه؟ ما اكلتش. ايوه، واللي ما اكلتش ده معناه ايه؟ الجوع. لما بتكون جعان بطنك بتقرصك، بس انت مش حاجه دي مش بتشوفها. اجابه صح. 2-2. يلا كده اختار. شوف هتسال الفريق الاحمر في ايه. بسم الله. ايوه. معلومه في دقيقه. السؤال في جولة معلومة في دقيقة للفريق الأحمر. من هو مخترع المصباح الكهربائي؟ توماس إديسون. إجابة صح. 3-2. مفيش أي رياكشنات كده، حركات. أيوة كده، أيوة كده. تختار عشان نسأل الفريق الأزرق. ايوه ماشي. تقريبا هتبقى خمن الصورة ولا جولة السرعة. جولة السرعة. جولة السرعة. الأرض مربعة الشكل، صح ولا غلط؟ غلط. غلط. إجابة صح. 3-3. اختار علشان نشوف الفريق التاني. ايوه. تحدي الصور. ده السؤال. نحلة. عسل. عسل. إجابة صح. ماذا تنتج هذه الحشرة وهي نحلة بتنتج عسل؟ إجابة صح. 4-3. باقي سؤالين بس عشان نشوف هنتسأل دلوقتي في ايه. خلاص خلصنا. كمل الناقص. كمل الناقص. جاهزين؟ يس. سؤال سهل جدا، يعني بص، يعني حظكم حلو. ماما زمانها جايه بعد شوية. ايوه كده يعني. يعني احنا ايه بنحاول كده يعني. ايه بتقول ايه؟ والله كده 4-4. السؤال الاخير هو اللي هيحكم معانا. لا هو مفيش سرعه تاني خلاص. هو اللي باقي
معلومة في الدقيقة. معلومة في الدقيقة. معلومة في الدقيقة. معلومة في الدقيقة. والسؤال الأخير للفريق الأحمر، ما هو الكوكب الذي نعيش عليه؟ كوكب الأرض. إجابة صح. كده وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا. بغض النظر طبعا عن مين اللي فاز ومين اللي خسر، ولكن احنا هناخد هدية كلنا. اتفضل اتفضل. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم طيبين، ومع بعض متجمعين وبعض متجمعين في أجيال المستقبل. في أجيال المستقبل. وبكده وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. انتظرونا في حلقة جديدة وتحدي جديد. لمة أجيال.